السلام عليكم. في شرح واحدة من أهم الحاجات اللي أنا بعملها في حياتي الفترة الأخيرة، إزاي تعمل أوتوميشن قوي جدًا يلخص كل حاجة في حياتك، بيزنس بتعمله، مواقع عندك، سوشيال ميديا موجودة، بيرد على ناس، بيبعت لهم حملات إعلانية، بيدخلهم في تاج معين، بيديهم أكسس لحاجة معينة، بيتابعهم، بيرد عليهم. حوار طويل جدًا بيحصل معاك على موقع جو هاي ليفل. فكرة قوة أوتوميشن جو هاي ليفل إن هو مش أوتوميشن بدائي مثلًا اللي هو بيعمل حاجات معينة في سكة معينة، لأ، هو بما إنه معاك كل حاجة تبعك فبيعرف يربط كل حاجه ببعض. مثال بسيط مثلا اللي احنا لو اتكلمنا على ميني تشات فيه اوتوميشن، موقع بتاع السوشيال ميديا فيه اوتوميشن. لو حد كتب لك تعليق على بوست معين على الانستجرام او الفيسبوك او هكذا، بيرد عليهم ويبعت لهم رساله معينه. ده ممكن يحصل جوه ليفل، وده انا كنت مستخدمه في مثلا بوست زي دوت. البوست عليه 22,000 تعليق، 21,900. هم عباره عن 11,000 واحد انا قايل لهم اكتبوا كومنت معين عشان ابعت لكم حاجه معينه. فال 11 كتبوا الكومنت معين، فجوه ليفل بيدخلهم في اوتوميشن، بيبعت لهم الحاجات ديت. ممكن بعد كده انا بديك بقى مثال قوه الاوتوميشن هنا ممكن يحصل ازاي. انا ممكن اقول له الناس ابعت لها رساله فيها فورم معينه، الفورم دي لما يملوها اديهم تاج معين عشان اعلمهم بحاجه معينه. بمجرد ما ياخدوا التاج دوت دخلهم في حمله اعلانيه معينه، مثلا ابعت لهم الايميل دوت. لو تفاعلوا معاه فاقسمهم على الناحيتين، سواء بقى ده بيتفاعل معاه فابعت له، لو تفاعل معاه فتحه او داس على لينك معين في الايميل اللي انا بعته، فساعتها ابعت له ايميل تاني فيه اوفر معين. طب لو ما تفاعلش فابعت له ايميل تاني مختلف. لو فتحوا رجعوا الايميل الاولاني، ما فتحوش دخلوا في حته ثانيه. طب فتحوا واشترك معايا ادي له اكسس للكورس بتاعي، بعد كده تابعوا حملات اعلانيه معينه، بعد كده اعمل كذا، بعد كده كذا، قصه طويله جدا، ودخله بعد كده في موال كبير بيحصل. طبعا ده غير ان في عميل انا بتعامل معاه وبشتغل معاه في حاجه تبع جوه ليفل تبعه، بيستخدمه بطريقه جباره جدا. هو البيزنس بتاعه تقريبا كله بيديره اوتوميشنز، من اول ما حد بس يبعت له رساله لحد مبيعات ومتابعه، يعني حاجات قويه جدا. فجوه ليفل في حاجات زي كده بالمنظر دوت، الاوتوميشن اللي احنا متعودين عليه ده حاجه اسمها ستاندرد اوتوميشن، هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله. في حاجه لو ممكن نخليها تبقى ادفانسد بيلدر، لو حد متابع ان 8 ان هيلاقيه شبه الشكل دوت بالتفصيل، اللي هو بتدي له حاجات زي ديت وبيعمل حاجات بالطريقه ديت. وكمان في حاجه اسمها الاي اي اوتوميشن، يعني انت بتقول له انا عايز كذا وتشرح له الفكره اللي انت عاوزها وهو بيعملها لك وبيخلصها لك كلها. وهنتكلم بالتفصيل الحاجات دي مع بعض ان شاء الله. طيب ايه فكره الاوتوميشن الموجود هنا؟ ده الاكونت اللي بنعمله بالفعل، الليفل اب والسباعي. لو دخلت على الاوتوميشن من هنا هيجي لك والله بيقول لك انت عايز تعمل اوتوميشن عباره عن ايه؟ هل تكتب لي حاجه معينه وانا اعملها لك بالاي اي واريح لك دماغك خالص، ولا تعملها انت فروم سكراتش؟ فاحنا لا، هنتدرب الاول ازاي نعملها بالتفصيل مننا احنا، وبعد كده نشوف الاي اي ممكن يعمل ازاي. فهنقول والله كرييت ورك فلو ستارت فروم سكراتش. في طبعا تمبلتس كتير هو بيسهلك الدنيا، بس احنا هنشرح مع بعضنا. فنفتح لنا اوتوميشن وانا سميناها تيست سباعي. بيقول لي تاني لو انت عايز الاي اي يساعدك واكتب لي انت عاوز ايه بالظبط وانا هعمل لك الحاجات ديت، لو عايز تعمل ايميل كامبينز اي حاجه، بس احنا بنشرح مع بعضنا. في حاجه في الاوتوميشن اسمها تريجر. ايه هو التريجر دوت زي زناد اللي هو بتدوس عليه بتاع المسدس، بتدوس عليه فالطلقه بتطلع، فاللي هو معناه الحاجه الرئيسيه اللي هتجيلنا هيحصل بناء عليها اكشن معين. فايه يا سباعي التريجر اللي هيجي لي تعمل بيه اكشن انت عاوزه؟ ودي الحاجه الاساسيه في الاوتوميشن. تريجر بيجي لنا بعد كده اكشنز بتحصل. فانا اقول له والله لو دوست على التريجر من هنا هنلاقي في حاجات كتير جدا الجو هاي ليفل بيعملها لنا، ممكن تلف فيهم واحده واحده. لو حد عمل فورم، حد ملى الفورم معين، لو حد سيرفي ملاه، لو حد جاي من فيسبوك ليد ولا التيك توك ليد ولا فيديو تراكنج بتعمله بطريقه معينه، ولا قصص طويله جدا. بعد كده هقول له ان دوت يحصل اعمل لي بقى الاكشن المعين، علامه البلس ديت بتديني اكشن معين. ايه الاكشن اللي انت عايز تعمله يا سباعي؟ والله لو حد مثلا كتب لي كومنت على البوست اللي احنا اخترناه، فساعتها ادي له تاج معين، والتاج دوت بدخله في اوتوميشن عشان نكون نعلمه مثلا بعدين. مثلا هو بوست معين حد مهتم بجو هاي ليفل اللي احنا بنشرحه، فرد عليا، فانا بدي له التاج ان مثلا بسميه مهتم بجو هاي ليفل، عشان ابقى عارف ان انا بعد كده اكلمه بعدين وده حد سالني عليه، فممكن اعمل له حمله اعلانيه معينه او استهدفه حاجه معينه، ابعت له ايميل معين. دي كلها قصه طويله. فلو هو مثلا خلاص احنا اخترنا بوست معين وهو كتب عليه كومنت، فاقول له والله البلس ديت اكتب له رساله على الماسنجر. فهو هنا حتى بيقول لك تعريف دوت سند فيسبوك ماسنجر تو كونتاكت، اللي هو يكلمك في حاجه معينه. فقول والله الرساله يا اما انت عندك تمبلت، يا اما تبعت له الرساله هنا هتكتبها انا عايز اقول له اهلا بك يا فلان، في فورم كذا، اللينك كذا، والحاجات دي كلها. بعد كده خلاص احنا مثلا سيف اكشن. بعد كده ممكن بقى والله ادوس على بلس تاني وادي له اكشن معين. خلاص انا بعت له رساله والرساله فيها لينك الفورم معينه، اقول له استنى لما يملى الفورم ديت ادي له تاج معين، بعد كده اعمل له اعلانات معينه بحملات اعلانيه معينه وهكذا. اوريك مثلا مثال انا كنت عامله حاجه زي كده مثلا سريعا. والله لو حد ملى
رد على بوست معين، فساعتها اقول له ابعت له رساله من الماسنجر، الرساله ديت فيها فورم معين، لينك معين. لو هو بعد كده بقول له استنى لحد ما يملى الفورم، لو ملى الفورم اديله تاج معين، بعد ما ياخد التاج دوت عشان اكون مسميه ما يتوهش مني، بعد كده بقول له ابعت له الايميل الفلاني، وبعد كده بقول له والله استنى على حسب وقت معين، استنى مثلا يومين. لو كان رد على الايميل او شاف الايميل بتاعنا وفتحه، فساعتها اديله تاج ان هو حد مهتم بجو هاي ليفل مثلا، وابعت له الايميل الفلاني. طب لو قعدنا يومين وما ردش عليه وما فتحش الايميل، فاقول له والله ابعت له ايميل تاني فولو اب من هنا، واقول له اهلا بيك مثلا، بفكرك بحاجه معينه، سواء بقى بتفاعل مع الايميل دوت بوقت معين. لو تفاعل معاه فادي له التاج اللي احنا قلنا عليه وارجع ابعت له الايميل تاني. ما تفاعلش معاه فخلاص كده سيبه. ممكن اقول له لا والله لو ما تفاعلش معاه لمده يومين ارجع تاني فكره بعديها باسبوع، وهكذا. فدي فكره الاوتوميشن اللي بيحصل على جو هاي ليفل بشكل سريع جدا. طيب لو خليناه مثلا الادفانسد بيلدر من هنا، طبعا ان شاء الله هنشرح بالتفصيل الاوتوميشن بيتعمل ازاي، وهنلف في كل حاجه موجوده في الاكشنز. يعني هنا انا وريتك لو في اكشن معين، ايه سند ايميل، ايه اد نودز، ايه كل الحاجات ديت عشان تختصر عليك الحته كلها. ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل الممل. وبالفعل لو حبيت انت تشترك في جو هاي ليفل وتست كل حاجه، فهتلاقي في لينك من خلاله بيديك 14 يوم فري، وان شاء الله مجرد ما تشترك من تحتيه فساعتها بتتواصل معانا وبتاخد مننا ماتيريال كل حاجه احنا عاملينها، سواء مواقع، يعني مثلا دوت موقع انا عامله الموقع بتاعي، بدي لك التمبلت بتاع الموقع دوت كامل نفس النظام. الموقع الثاني اللي موجود بديك لينك الاستشارات دوت، مثلا الموقع الثاني بدي لك التمبلت اللي انا مخلصه ليك تعدل فيه يبقى بتاعك على طول ان شاء الله. طيب لو عايز تحجز استشاره بديك نظام الاستشاره، سيستم كامل بعمله لك، حاجات زي اللي انا عاملها من ديت، وحاجات اوتوميشن والاي اي بوت، قصص طويله، غير ان شاء الله اللي بقى موجود معاك في الدعم، وفي جروب موجود لنا لوحدينا. فده كله ان شاء الله موجود لو اشتركت في اللينك اللي تبعنا. طيب نرجع تاني يا سباعي، ايه الادفانسد بيلدر دوت الشكل الحديث اللي بيخليك تعمل حاجات كتير جدا في جو هاي ليفل اوتوميشن بالشكل الحالي حاليا. وفكرته ان انت مش بس ممكن تعمل تريجر واحد، يعني في الستاندرد انت هنا في الستاندرد بتعمل تريجر واحد وعليه اكشنز معينه، ممكن تعمل 2 تريجرز بس في الاخر هيصبوا في نفس الاكشنز. لا هنا في الادفانسد انت هنا ممكن تعمل اكتر من تريجر، وكل واحد فيهم باوتوميشن مختلف، كانك عامل صفحه معينه فيها اكتر من اوتوميشن معين. فمثلا اقول له اعمل تريجر من هنا، التريجر مثلا حد والله يملى فورم معينه، فاحطها من هنا كده بالشكل دوت، وممكن بعد كده تعمل لها اكشن معين وتخلي دي مربوطه بديت، فيبقى انت عندك اكتر من اوتوميشن شغال في حته واحده. ودي لحد بقى عايز يعمل حاجات تانية معقده جوه اوتوميشن واحد ويطوره بالشكل بتاعه كامل. لو انت مش لاقي الادفانسد بيلدر او مش ظاهر لك من هنا على الاكونت بتاعك على جو هاي ليفل، فدوت ممكن يكون اللي انت في الاكونت الايجنسي. احنا شرحنا في الدرس الاولاني ان في فرق ما بين الايجنسي اللي هو الصاحب الجو هاي ليفل نفسه، وما بين الاكونت اللي هو الحد اللي تحتيه السب اكونت. فلو انت اللي مشترك في جو هاي ليفل بالفعل مش مشترك مع حد تاني، فعلى الاكونت الايجنسي بتاعك، فوقتها بتروح للايجنسي الاكونت بتاعك، وبعد كده بتروح للسيتنج من هنا بتدوس عليها، وبعد كده بتدوس على اللابس بتظهر لك اللابس، حاجات اللي هي جو هاي ليفل بتطبقها جديد وتختبرها وبتفعلها لحد ما خلاص تتاكد ان كله تمام فتشغلها. فلو مش ظاهره لك هتلاقيها هنا هتعلم عليها بس صح، لان انا بالفعل معلم عليها خلاص شغاله عندي. فدي لو حاله اللي انت مش لاقيها. وكده دوت الادفانسد بيلدر. طب ايه بقى الاي اي بيلدر دوت يا سباعي؟ شفت الحكايه اللي حكيتها لك في اول فيديو لما قلت لك والله لو حد مثلا رد على بوست معين عندي فاديله تاج فكذا في كذا؟ ده انا مثلا هنا لو فتحت نوشن، انا بالفعل كاتب بالعربي على نوشن اهو، عاوز لما حد يكتب تعليق على بوست فيسبوك وقتها يتبعت له رساله على الفيس فيها لينك لفورم معين تبعي، ولما يملى الفورم ديت ياخد تاج معين، لما ياخد التاج يتبعت له حمله عليه كاتب انا عاوز ايه بالظبط. بعد كده بعتها لشات جي بي تي قلت له والله ترجم لي دوت لاوتوميشن يفهمه جو هاي ليفل بس بالعربي، عشان هو يعني بدل ما اكتب بالانجليزي لو كاتب بالانجليزي جو هاي ليفل يفهم ده كله بالفعل. فانا عملت بالعربي، الاي اي شات جي بي تي كتر خيره راح عمل لي دوت كله اهو، فرحت انا اخدته كوبي وجيت عند جو هاي ليفل، خلونا نمسح كل حاجه موجوده من هنا، وجيت عند حكايه الاي اي ورك فلو اي اي وكتبت له كل الكلام ده وعملت له كده انتر. فهو بيبتدي بعد كده بتلاقيه بيقول لك والله ثينكينج، وبعد ما يخلص ثينكينج هوريك هيعمل ايه. هيعمل لك كل الحاجات دي لوحدها بدون ما تعب، انت بس هتدخل بعد كده تعدل عليه، تختار البوست المعين اللي انت عاوزه، تختار الايميل اللي هتكتبه لو في ايميل معين هتعمله ولا حاجه. فدوت شرح جو هاي ليفل بشكل ان شاء الله يكون بسيط وفاهم الدنيا. هنتعمق بقى اكتر باذن الله في الاوتوميشن، الحاجات اللي موجوده جواه، التريجرز المتاحه، الحاجات الادفانسد تولز، ازاي بتسهل عليك وقت، ازاي تعمل حاجات معقده اكتر بالتفصيل ممل، في فيديو اعتقد هيبقى طويل جدا لان احنا هنشرح فيه بالتفصيل الممل ان شاء الله كل حاجه تبع جو هاي ليفل. وفي الاخر اهو بالفعل هيعمل نفس اللي احنا كنا قايلينه، لان انا اصلا بالفعل عامله بالاي اي قبل ما نبتدي الدرس،
وبعت له على طول، هو عمل لي نفس الحكايه بالظبط، كل حاجه بالتفصيل اللي انت عاوزها، بالايميلات، بكل حاجه بالشكل دوت. فان شاء الله حاول تعمل بقى سبسكرايب للقناه لو مهتم بجوه ليفل تعرف اكتر عنه. لو حبيت تشترك في لينك الافلييت اللي سايبه لك من تحت في الرابط بتاعنا ان شاء الله. اشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.